اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده ان شاء الله كلكم تكونوا بالف خير. في البدايه كده بحب ارحب بكل اخت اللي اشتركت في القناه، واقول لها طبعا شرفتيني ونورتيني ويسعدني وجودك معايا في القناه، واتمنى كده يا رب ان المحتوى يكون عجبك. تاني حاجة بقى، لو انتوا أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان إن شاء الله بإذن الله يوصلك مني كل جديد. وكمان حطي بقى كده لايك حلو زيك لو الفيديو عجبك. نسمي بسم الله بقى ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. في البداية هنا بقى انا دخلت الأوضة بتاعت الولاد الصغيرين خديجة وابراهيم. قلت بقى هظبطها عشان امي قالت لي ان هي جاية تقعد معايا يومين. فطبعا فرحت طبعا جدا، وقلت بقى ايه اقوم بقى ايه اظبط الأوضة وغير الملايات عشان لما امي تيجي وكده تبقى الدنيا نظيفة. طبعا ربنا يحفظها لي يا رب ويخليها لي وما يحرمني من دخلتها عليا، ويخلي لكم امهاتكم يا رب ويبارك لكم فيها وفي صحتهم يا رب. طبعا الام دي طبعا حاجه كبيره جدا جدا جدا. ربنا يحفظهم لنا يا رب ويبارك لنا فيهم وفي صحتهم. طبعا كل واحده طبعا امها موجوده. يعني بصوا، خليكم بارين باهلكم، بمامتك، بباباكي. بجد يعني خليكوا. هما لما بيكبروا بيحبونا احنا نهتم بيهم. يعني الناس الكبيرة دي لما بتكبر بيحبونا احنا كأولادهم ان احنا بقى نهتم بيهم زي ما هما كانوا مهتمين بينا واحنا صغيرين. هما بينتظروا مننا ان احنا نهتم بيهم لما هما بيكبروا. فبجد يعني خليكي بره كده بأمك ووديها وزوريها، لو عايزة حاجة اعملها لها. وربنا يخليها لكم يا رب ويحفظها لكم. طبعا واي حد طبعا فاقد امه، ربنا يرحمها ويجعلها كده في الفردوس الاعلى. طبعا ما بيحسش بالام يا جماعه او كده غير اللي فقدها. اللي فقد امه قد ايه قلبه بيوجعه لما بيسمع مثلا كلمه ماما او حاجه، يقول لو كانت ماما موجوده انا كنت عملت وعملت. لو هي ما كانتش بره بامها تقولك انا كنت هبرها. لو كانت بتكلمها وحش او بتعاملها وحش تقولك يا لو الزمن يرجع وامي ترجع كنت عملت وعملت وعملت. فدلوقتي امكم موجودة بين ايديكم، خليكوا كويسين معاها، بروهم، تكلموا معاهم يعني كلام حلو. في بعض مش كله طبعا، بعض البنات او كده بيبقوا كلامهم شوية ناشف مع امهاتهم، بيبقوا شداد شوية، تحس ان هو قلبهم جامد شوية على على مامتهم يعني وكده. لا، خلي قلبك لين، خلي قلبك رحيم. علشان امك دي اللي انت بتكلميها كده او بتعامليها كده لو جيتي انت فقدتيها اقسم بالله العظيم هتندمي ندم عمرك، ندم السنين كله هتندميه. لو انت فقدت امك هتقولي ياه حاجة كبيرة. ما بحسش بالنعمة غير اللي فقدها. اللي فقدها هو بس اللي يحس بيها. لكن طول ما النعمة في ايدينا احنا بنتبطر، بتقولك عادي ما هي موجودة مش عارفة ايه. لا، فاهتموا شوية بأهاليكوا، بالناس الكبيرة ديت بتبقى محتاجة اهتمام زي ما هم رعونا وهم واحنا صغيرين. إن احنا كمان هم كمان مستنينا نراعيهم وهم كبار. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، زي ربنا ما قال. فخليكوا برين بولدكوا، لان فعلا بشوف بنات، اقسم بالله العظيم انا بشوف ما اعرفش بقول هم جايبين القسوه دي منين، يعني هم جايبين القلب ده منين؟ ما اعرفش. في ناس كده تحس ان هي قلبها جامد كده، ما اعرفش ازاي. رغم ان انتي مش هتقبلي ان ولادك يعاملوكي نفس المعامله، فهي عامل تعمل. زي ما انتي بتحب ولادك يعاملوكي او لما تكبري عايزه ولادك يعاملوكي كويس، انتي يعني هم لما يشوفوكي بتعاملي مامتك حلو ولادك هيعاملوكي حلو. بيشوفوكي بتعاملي مامتك وحش، طب ما انت كنت بتعاملي مامتك كده. فانت لو انتوا بتشتكوا من ولادكم ان هم يعني بيعاملوكوا كده، شوفي ارجعي كده بالذاكره انت كنت بتعاملي مامتك ازاي. لو حسيتي ان انت كنت بتعامليها بقسوه شويه او بجفا شويه، لا ارجعي كده ليني كده قلبك وحني كده لوالدتك. او حماتك، والحما برضو تعتبر والده. ربنا يحفظ لكم يا رب اهاليكم ويخليهم لكم يا رب كده من كل حاجه وحشه، ويبارك في عمرهم ويديهم الصحه يا رب وطولة العمر. بجد يا جماعه الام دي انا بالنسبه لي، يعني الام دي هي كل حاجه. والله العظيم هي اللي بتحس بيكي لما بتكوني متضايقه، هي اللي بتحس بيكي لما تكوني تعبانه، لما تكوني فيكي اي حاجه تبص تلاقي امك هي اللي حاسه بيكي.
زي انت دلوقتي لو ولادك فيهم حاجه بتحسي انت حاسه بولادك، شوفي انت بقى زي ما بتحسي بولادك امك حاسه بيكي. ف يعني اللي قلبها كده جامد كده وبقالها فتره ما كلمتش مامتها، لا تجري دلوقتي، تسيب الفيديو وتجري على طول تكلم مامتها تقول لها ازيك يا امي عامله ايه، وربنا يخليكي لينا ويديك الصحه يا رب وطولة العمر. ربنا يخليها لنا يا رب، ويخلي لكم كل امهاتكم كلكم، يعني صراحه ربنا يبارك لكم فيهم وفي عمرهم. اصل احنا مهما نتكلم على الام دي عمرنا ما هنوفي حقها، عمرنا يعني. فالحمد لله، ربنا يحفظهم طبعا جميعا يا رب لينا ويبارك فيهم. طبعا بقى انا بعد بقى ما ظبطت بقى الشقه وخلصتها، قلت بقى انا لازم امسك بقى ايه الحمام برضه اظبطه، كنت عايزه انضفه تنظيفه كده حلوه محترمه. طبعا احنا كل يوم بندعك الحوض عادي والباني ومش عارفه ايه والحمام وكده، بس بقى في بقى وقت كده بنحب ان احنا ايه يعني عايزينه نديه كده ايه مارشه نمرش كده الحمام زي ما بيقولوا. فمسكته كده ايه مرشته كده زي الكتاب ما بيقول كده. ظبطته. عشان كمان كانت امي قالت لي انا نفسي اكل كشري. طبعا ايه فقلت خلاص طالما بقى جايه انا اعمل لها الكشري، عشان هي طبعا ما بتقدرش تقف على رجليها كتير وان هي تقدر تعمله، فانا قلت ان انا كمان هعمل لها بقى كشري النهارده. فكان الغدا كان سهل، فقلت بقى خلاص انا هظبط الدنيا، والغدا ان شاء الله هيكون خفيف جدا. الكشري طبعا هي بتحبه، كلنا طبعا كمصريين بنموت في حاجه اسمها كشري طبعا اكيد. فهنعمله بقى مع بعض النهارده برضو ان شاء الله بطريقه حلوه قوي. طبعا كده بقى انا نظفت الشقه وخلصتها، ونخش بقى على المطبخ ونسمي بسم الله. طبعا طبعا قبل ما تخش المطبخ لازم تكون الدنيا حواليك نظيفه، دي من الحاجات اللي هتخليكي مرتاحه نفسيا على فكره. طول ما الدنيا قدامك مترتبه. وخدوا بالكم انا كل مره بقول حاجات يعني ايه، يعني الراحه النفسيه، الراحه النفسيه فعلا الراحه النفسيه بتيجي لما تكون الحاجه قدامك مترتبه، الحاجه قدامك نظيفه، بيتك منظم، بيتك مرتب، تحسي ان انت من جواكي مرتاح مبسوط، مفيش حواليكي كركبه، مفيش حواليكي توتر. فقبل ما تخشي المطبخ، قبل ما تبداي في الغداء بتاعك، لازم تكوني منظفه المطبخ وغسله المواعين بتاعتك، ولو في كوبايات واي حاجه تنظفيها علشان ما تحسيش الدنيا كلها كركبت فوق دماغك، وتحسي ان الدنيا كلها على دماغك، يعني زي ما احنا بنقول كده بالبلد تحسي الدنيا كلها فوق دماغك. لا، بتظبطي الدنيا وبعد كده تبداي. طبعا هنا كده قطعت البصل بتاعي جوانح رفيعه جدا خلاص، وبدات بقى جبت حله حطيت فيها حبه زيت كده. الزيت دوت اللي انا هستخدم بيه الكشري كله. طبعا النهارده انا هعمل كشري الحله الواحده، هو سهل وخفيف وطعمه بجد تحفه جدا. تحسي كله كده المكونات واخده من بعضها، شاربه من بعضها كده زي ما احنا بنقول. تمام. طبعا هنا بقى بعد ما حمرت البصله بتاعتي بدعكها في الدقيق الاول عشان يبقى البصل بتاعي مقرمش، وبعد كده بقى حمرته في الزيت ده، وبعد كده هاخد بقى حبه زيت اخليهم على جنب عشان ده اللي عم بيه الصلصه. وبقيت الزيت لو انتوا حاسين ان هو فيه مش نظيف معكر مجير مطرح الدقيق اللي نازل في قلب الزيت في الحله، ابقوا صفوه علشان تبقى الدنيا مبنيه حلو، يعني ما يكونش فيه اي شوائب اي حرقات اي حاجه، لا شيلوه على طول. خلاص. بعد كده بقى حمرت الشعريه بتاعتي الاول واديتها كده لون حلو، وبعد كده هنزل بالرز. كل حاجه في الكشري الحله الواحده ده لازم يتشوح كويس، كل ما شوحتي فيه حلو هيطلع اول حاجه معاكي النتيجه بتاعته مضمونه جدا، ويطلع معاكي مفلفل، وهو ده الكشري الصح. تحسي ان العدس كده مفرط عن المكرونه عن الرز، كل حاجه لوحدها، مش كل حاجه كده مكبوسه ببعضها، لا. فانتي شوحي كل حاجه واديها حقها في التشويح علشان يطلع معاكي الكشري بتاعك مفلفل. دي اهم خطوه عشان الكشري بتاعك يطلع ناجح. تمام. بعد كده بقى طبعا العدس بتاعي بكون نقعاه ساعه قبل ما ابدا في الكشري، الساعه بميه سخنه، يعني قبل ما ابدا في الكشري بكون نقعه العدس ساعه في ميه سخنه عشان ما ياخدش سوا. بعد بقى ما شوحت الرز وشوحت المكرونه كويس جدا، نزلت بقى عليهم بالعدس بجبه، وبعد كده حطيت الملح والكمون، وبعد كده بقى سقيته كأني هعمل رز عادي خالص، كأن الكشري ده كأنك بتعملي الرز عادي، ونحط المكرونه الاسباجيتي على الوش وهي بقى هتستوي من البخار والكلام ده كله. خلاص. طبعا بقى هنا حطيت بقى الثوم، وبدات ان انا حطيت عليه عصير الطماطم، وحطيت بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره، وحطيت كمان معلقه سكر. في ناس بتحب تحط ماجي، لو انت حابه تحطي ماجي حطي، مش حابه دي براحتك. وهسيبها بقى تتسبك. شفتوا بقى وقبل انا ما ضربت الطماطم في الخلاط وظبطت وقشرت الثوم ودقيته، كان الكشري بتاعي استوى، بيقعد بالظبط نص ساعه على النار او اقل، اكنك بتعملي رز عادي، يعني مش حاجه يعني عويصه. فبجد هو سهل جدا وحلو قوي. هنعمل بقى حبه شطه كده بقى حلوين لزوم الكشري بتاعنا.
طاسه كده صغيره فيها حبه زيت من اللي احنا كنا قلينا فيهم البصل، وهحط بقى فيه كده بقى حبه شطه واحمصهم كده على النار. بس خلي بالك علشان هتكحي، يعني اللي صدره بيوجعه فخلي باله من الحته دي. يعني خليكي بلابسه كمامه ولا اي حاجه في الخطوه دي، عشان لو الشطه بتاعتك قويه بجد هتكحي وهتفضلي تعطسي، فخلي بالكم من الخطوه دي كويس. خلاص، هنا بقى الكشري بتاعي نص ساعه بالظبط وكان كل حاجه مظبوطه. عملنا الصلصه وعملنا الشطه وكمان عملت الدقه، وزي ما انتم شايفين وطالع مفلفل وتحفه جدا جدا. اتمنى بقى النهارده الوصفه تكون عجبتكم والروتين يكون عجبكم ان شاء الله باذن الله. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو زيكم لو الفيديو عجبكم، وكمان ان تشتركوا في القناه. استودعكم الله وفي حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.